ايده على نجاحه في اول مباراه وفوزه على نادي الرجاء 2-0 في دور ال 16 لبطوله كاس مصر. نشوف التقرير ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله. بعد التقرير والفاصل هنشوف بقى موقف منتخب مصر وقرعه كاس العالم اللي اتلعبت النهارده، ونحاول برضو لو في وقت اللي احنا نعرض اهداف بطوله كاس مصر الست ماتشات اللي اتلعبوا الايام الاخيره في دور ال 16. النهارده يمكن يعني اعلان رائع عن انا بعتبرها صفقه جميله، صفقه رائعه كمدير فني للنادي الاسماعيلي. الشخصيه الرائعه، شخصيه نجم مصر اللي شرفنا في كل مكان بره مصر، وشرفنا ايضا باسم مصري جميل رائع كسفير للكره المصريه، وايضا كمدير فني رائع وكلنا اشدنا بيه. وهو النهارده موجود داخل النادي الاسماعيلي الكابتن احمد حسام ميدو المدير الفني. احد اهم الاسباب الرئيسيه ان انا قبلت المهمه للنادي بتولي المسؤوليه الفنيه للنادي الاسماعيلي هو المشاكل اللي موجوده في النادي الاسماعيلي. وزي ما تقول كده انا والمشاكل بنحب بعض، ف ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نتخطى المرحله الصعبه دي بفريق الاسماعيلي. احنا حطينا تصور لمجلس الاداره ان احنا ازاي هنخرج من المرحله الصعبه دي، وزي ما باكد ان انا بتمنى ان انا اكون عامل رئيسي في ثوره الاسماعيلي زي ما حصل ان انا كنت الحمد لله عامل رئيسي في الثوره اللي حصلت داخل نادي الزمالك. شرف كبير لاي مدرب ان هو يتولى الاداره الفنيه للنادي الاسماعيلي، ونادي بحجم وقيمه وتاريخ النادي الاسماعيلي. وانا عارف مدى الشغف الجمهور النادي الاسماعيلي في فريقه. كل اللي بطلبه منهم الدعم. مفيش حاجه هتفيد الفريق الا الدعم. لازم تفضل واقف ورا فريقك تحت اي ظروف، وهو ده معنى الحقيقي للجمهور، ان انت تقف مع فريقك ومع ناديك تحت اي ظرف. عايز اكد ان في انديه في انجلترا يا جماعه نزلت درجه ثالثه ونزلت درجه رابعه والملعب فول هاوس بيجي لهم 30,000 و40,000 والناس بتساندهم، وانديه كبيره على سبيل المثال ليدز يونايتد يعني. فالاسماعيلي عنده لعيبه كره كويسه جدا، محتاج تدعيم في بعض المراكز، وده اللي هنشتغل عليه الفتره الجايه ان شاء الله. الموسم القادم الاسماعيلي باذن الله هيكون منافس قوي على بطوله الدوري. لكن عندنا بطوله الكاس اللي جايه احنا بناخدها ان هي بطوله تحضيريه للموسم الجديد. النهارده انا لسه متولي الاداره الفنيه بقالي اسبوع، يعني بقى لما نيجي نخش على الماتش هيبقى لي اسبوع. فاحنا بطوله الكاس بالنسبه لنا بطوله تحضيريه للموسم الجديد، لكن في نفس الوقت كل ما هنلعب عدد مباريات اكتر في البطوله دي كل ما احنا هنستفاد بشكل اكبر. يعني ايه؟ يعني لو لعبنا على الاربع مباريات كامله ووصلنا للنهائي هيبقى احنا استفدنا بشكل كبير جدا، وقدرنا نقف على مستوى كل لعيب وازاي ان هو يقدر يفيدنا في الموسم الجديد. فكل ما هنلعب عدد مباريات اكبر في البطوله كل ما احنا هنستفاد بشكل اكبر. ودي نقطه مهمه جدا لغايه ان شاء الله ما الدعم يحصل، ولغايه ما نكمل، ولغايه ما الناس ترجع والاصابات ترجع وكل الدنيا تبقى تمام، هنقدر ان احنا باذن الله الموسم الجديد يبقى شكلنا مختلف. قبل ما نقول مبروك، احنا عارفين ان المهمات بتبقى في الظروف اللي زي كده بتبقى صعبه قوي. يعني احنا الاول بنبارك للكابتن احمد حسام، يعني ان شاء الله يعني ربنا يكرمه يبقى اضافه قويه ان شاء الله، ويقدر يعمل حاجه. شايفين وسامعين بكلامه وعقليته وطموحه اللي هو بيتكلم بيه. اعتقد ان هو الفتره اللي جايه ان شاء الله هيلاقي كل مسانده زي ما كان الكابتن طارق يحيى بيلاقي كل مسانده. وبالمناسبه احنا بنشكر الكابتن طارق يحيى، اشتغلنا معاه، انسان فوق الوصف، انسان محترم جدا، يعني مدير فني بحق. فيعني كان في ظروف وبتاع وكده ايا كان، لكن هو خلاص الحمد لله الراجل دلوقتي ربنا يكرمه. معانا كابتن احمد حسام زي ما بنتكلم، يعني مدرب محترم جاي بطموح كبير. اكيد ان شاء الله احنا اولاد النادي وبنحب النادي الاسماعيلي هنساعده وهنحاول كلنا مع بعض ننجح ونعمل احسن حاجه للنادي الاسماعيلي ان شاء الله. بتمنى التوفيق.
للنادي الاسماعيلي وكابتن احمد حسام ميدو والجهاز كله، وربنا يسهل ونقدر نعمل حاجه كويسه للنادي الاسماعيلي. الاول بس احب اشكر كابتن طارق يحيى على الفتره اللي قضاها معانا، ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ونقدر لينا، واحنا ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ونقدر نرجع النادي الاسماعيلي مكانته تاني المعروفه عنه، وان شاء الله احنا تعهدنا بينا وبين نفسنا كلاعيبه ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه في تغيير كبير بينا ان شاء الله، ربنا يكرمنا، وكابتن احمد برضه ان شاء الله يكون اضافه لينا ان شاء الله. اسمحوا لي أكون معاكم في جولة إخبارية.